الكالو اللي حصلان الايام دي، وانا ازاي اعرف ان ابني بيتحرشوا بيه ولا لا؟ طب ازاي انا اعلمه ان ما يحصلش حاجه زي كده معاه؟ في السريع كده، في دقيقتين يعني. اللي حابب اقوله ان القصه دي ممكن او الدراسات كلها يعني الاخيره بتتكلم ان الاقارب، يعني اكتر من 90% من اللي بيعمل حاجه زي كده مع الاطفال بيكون ناس قريبين، ومش ناس قريبين يعني. ممكن يكون ناس عايشين معانا في نفس البيت، ناس بنروح لهم، ناس بيجوا لنا او ما شابه يعني. فناخد بالنا من الجزئيه دي خالص، مش لازم يكون بس في المدرسه يعني. لما طفلك يجي يتلخبط حاله كده مره واحده، كده تلاقيه مره واحده كده ايه مرعوب وبيتنفض وبياخد جنب وفي مكان معين كده مش عايز يروحه خالص، سواء مدرسه بقى او بيت عمه او بيت جده او ما شابه، يبقى في حاجه في المكان ده جدت علينا وهو مش عايز يتعرض لها تاني. فناخد بالنا من شقلبة الحال مع الطفل. طفل كان ماشي كويس وكل حاجة، ولكن مرة واحدة كده كان بيعمل بول عادي، بقى دلوقتي بيعمل على نفسه، دلوقتي بيعمل ستول على نفسه، مرعوب، الواد منطوي، الواد بقى عدواني. كل الاختلافات دي لما تظهر مرة واحدة مع ابنك، لا ابدأي دوري بقى وهتعرفي الشخص ده او الناس دي عن طريق ان هو مش طايق يشوفهم او مش طايق يروح المكان ده. وممكن لو علاقتك حلوة مع ابنك يجي هو يحكي لك. ودي الجزئية اللي احنا عايزين نأكد عليها. علاقتنا مع أولادنا لازم تكون علاقة وطيدة. خليه يبقى فيه أريحية إن هو يحكي معاكي في أي حاجة بتحصل له. ولما يجي يكلمك في حاجة زي كده، إيه ده وحصل إمتى الكلام ده، وأنت ليه ما قلتليش من زمان، وإزاي تسيبه يعمل كده لا، هو طفلك ده ده مجني عليه. ده انت المفروض تشجعيه ان هو حكالك حاجه زي كده، لكن ما ننهرهوش. واي حاجه غلط بتحصل مع الطفل لما يجي يحكي لي عليها، نشجعه. والله طب انت ممتاز ان انت قلت لي تمام او بلغتني بالمشكله دي. فناخد بالنا نقوي علاقتنا مع اولادنا بحيث ان هو يبقى فيه اريحيه في الكلام. نعلمهم ان ده غلط، نعلمهم ان في اماكن معينه ما ينفعش ان حد يلمسها او حد يتكلم عليها. نعلمهم ان لما يحصل معاهم حاجه زي كده يصرخوا ويصوتوا باعلى صوت ويجيبوا اخرهم في الصوت ويهربوا وتقول لي. والحاجات دي برضو لازم طفلك يكون عارفها، وما تلمهوش لما يجي يحكي لك على حاجه زي كده، بل بالعكس ده انت تشجعيه. طب ايه العلامات اللي انا ممكن تكون على ابني اللي اشك فيها لما يحصل حاجه زي كده؟ زي ما قلنا في اول الفيديو، ابني بقى يعمل بول على نفسه، بقى يعمل براز على نفسه، بقى بياخد جنب كده لوحده، مضطرب نفسيا، مرعوب، بيعمل حركات بايده وجسمه كده في اماكن كده ايه توحيلك ان هو في حاجه بدأ يشوفها او يتعرف عليها جديد. دي برضو ناخد بالنا لو حصلت برضو نشك. تلاقي ابنك مش قادر يقعد، القعده بتتعبه، تلاقي ابنك انت لو فحصتيه من تحت تلاقي فيه التهابات وتلاقي فيه احمرار وتلاقي ما شابه يعني. طب ازاي احميه ان هو ما يحصلش معاه حاجه زي كده؟ زي ما قلنا مش مسموح ان حد يلمسك في الاماكن دي. لازم يكون في مساحه امنه ما بينك ما بين اي حد، سواء انت واقف في مكان او قاعد في مكان. ما تخليش حد يلزق فيك، ما تخليش حد يديك حاجه حلوه وتروح تاخدها كده من غير ما تقول لي. لازم انا اسمح لك الاول ان انت تاخدها. البوس والحضن وططوا علاقتكم باولادكم عشان ما يروحش مثلا ايه حاجه زي كده. في اطفال ممكن حاجه زي كده تبقى بالنسبه له لذيذه وبتاع، انا ده بيحضني وده بيبوسني وده انا مش بشوف الكلام ده في البيت، فيروح هو اللي بيكون عايز يروح المكان ده عشان الحضن والبوسه والعاطفه دي بيشوفها من حد تاني غيركم. بس يعني دي اكتر حاجات ممكن ناخد بالنا منها مع ولادنا. وربنا يبارك في ولادنا ويبعد عنهم كل شر.